السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. لكل محبين ومتابعين وجماهير الفنان رامز جلال، في حلقة النهاردة عاوز اشرح لكم شوية تفاصيل في المقلب واخبار نشرتها السوشيال ميديا، ومنها ان البوستر الرسمي لمقلب رامز جلال مسروق، وناس كتير قوي اتكلموا عن القصة دي على كل المنصات. انا عاوزك تتابع الحلقة معايا للنهاية علشان تعرف هل البوستر ده فعلا مسروق ولا من ابداع رامز جلال. قبل ما ابدأ الحلقة عاوزك تصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد ويلا بينا. الناس كانت بتتكلم ان بوستر مقلب رامز جلال مسروق من فيلم جاجا جاسوس. هنتكلم شوية عن الفيلم ده وهنشوف هل فعلا رامز سارق البوستر من الفيلم ده ولا لا. فيلم جاجا جاسوس هو فيلم كوميدي وغموض نزل في سنة 2017. بيتكلم عن جاجا وهو بيكون محقق موهوب لسه في سن المراهقة، وفي بنت بتنضم معاه في رحلته علشان يبحث عن والده المفقود. بوستر الفيلم بيكون بطلين الفيلم راكبين على نعام في حديقة حيوانات مفتوحة، بس بوستر رامز بيكون موجود فيه رامز جلال والتلات حيوانات بتوع المقلب اللي هما الكلاب الشرسة والنعامة والتمساح. كمان رامز مش بيكون راكب على النعامة زي فيلم جاجا جاسوس، وفي وجه شبه كمان بين البوسترين محدش لاحظها ومحدش اخد باله منها. انا عاوزك تبص على طريقة الخط في البوسترين كده، هتلاقيهم زي بعض بالظبط. الاتنين لونهم ابيض ومعمول لهم دروب شادو اورنج ونفس درجة الالوان بالظبط. ممكن ده يكون اقتباس الحتة دي بس او الفكرة دي بس، يعني من الاخر كده في اخر الحلقة كل اللي نزلوا الصورة دي وقالوا ان بوستر رامز مسروق من الفيلم ده كله كلام غلط ومش صح، والبوستر بتاع رامز جلال حصري وخاص فقط لمقلب رامز جلال وبس. ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات، وهل فعلا البوسترين فيهم شبه من بعض ولا لا، وهل بوستر رامز مقتبس منه ولا لا. قول لنا رأيك وبس. انا كده خلصت. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وشير الفيديو لاصحابك وبس. سلام. رامز على MBC مصر. رمضان يجمعنا.